أهلا بكم. وضع كيليان مبابي مهاجم موناكو ومنتخب فرنسا شرطا لتمديد تعاقده مع النادي والذي ينتهي في صيف 2019. وأشارت صحيفة لو باريزيان الفرنسية إلى أن مبابي طالب إدارة موناكو بالحصول على أعلى راتب في الفريق مقابل موافقته على تمديد عقده وصرف النظر عن العروض التي وصلت من أبرز فرق أوروبا مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان. رحب قائد ريال مدريد سيرخيو راموس بفكرة انتداب لاعب موناكو كيليان مبابي مشيرا إلى أنه لاعب موهوب وسيشكل إضافة نوعية في حالة انتقال الفرنسي للنادي الملكي. لست أنا من يتخذ القرارات، لكن مبابي قوة هائلة، لا يوجد الكثير من الشباب مثله. أحترم كثيرا تطلعاته وما يطمح إليه سواء في هذا الميركاتو أو الميركاتو القادم. المال هو ما يحرك الأشياء في كرة القدم، والناس يستطيعون دفع ما يريدون. وإذا كان هذا اللاعب راغبا في الانضمام إلى ريال مدريد فالأبواب مفتوحة على مصراعيها. لدينا موسم مهم، لكن لدينا أيضا لاعبون ممتازون. أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي غالاتا سراي التركي يسعى للحصول على خدمات مروان فلايني متوسط ميدان مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وحسب التقرير الصحفي فإن النادي التركي قد اتفق مع فلايني على الانتقال إلى صفوفه خلال الصيف الجاري. إضافة إلى ذلك فإن مانشستر يونايتد يسعى لإتمام بيع اللاعب البلجيكي في أقرب وقت حتى يتسنى له إتمام صفقة نيما ماتيتش لاعب خط وسط تشيلسي. أجرى المكسيكي جوناثان دو سانتوس حصته التدريبية الأولى مع فريقه الجديد لوس أنجلوس جالاكسي بعد انتقاله للفريق الأمريكي قادما من فريق بياريال الإسباني. ولعب جوناثان من قبل في برشلونة وبياريال بإسبانيا، وانضم إلى لوس أنجلوس جالاكسي بعد مشاركته الأخيرة مع منتخب المكسيك في بطولة كأس القارات عندما قاد بلاده للدور نصف النهائي. وبدأ اللاعب مسيرته الرياضية مع برشلونة عام 2009 قبل أن ينتقل إلى بياريال الذي لعب معه ما يزيد عن 90 مباراة سجل فيها 4 أهداف منذ 2014. كان حلما وتحول إلى حقيقة أن نجتمع للعب بجوار شقيقي مرة أخرى. الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنني سعيد أن أكون هنا وجمع شمل الأسرة من جديد في نفس المدينة ونفس الفريق.